قدام منه ولا واحدة متغطية ولا واحدة ملتزمة بشرع ربنا. طب مين ده؟ ما تعرفش. طب مين اللي مطلعه؟ برضه ما تعرفش. طب مين اللي اختاره مهدي؟ برضه ما تعرفش. اسمع. بسم الله الواحد القهار، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. قال الله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. المشكلة أنه بيستشهد بآية إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الآية دي نزلت في حق الجساسة. الجساسة دي من علامات أو من الآيات التي بين يدي الساعة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بين يدي الساعة دابة تكلم الناس، كائن حي هيكلم الناس، بل وهتختم الناس، ده مؤمن وده كافر. هو استشهد بأنه دابة دي هو المهدي، يعني بغض النظر. خلاصة القول إن أنا أريد أسأل سؤال بصراحة. اليوم أنت قلت وهنا طبعا انظر، هو أنت بس ما راح أرد عليك، إنما راح نكشف لظاهر جهلك، وإذا أنت رجل وعالم تعال ناظر. اليوم أنت تقول الدابة ليس كما قال الرجل عليه أفضل الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ يقول الدابة شيء ثاني بالجساسة وتختم وكائن حي. أنا أريد أتحداك بالذات بمفهوم الدابة، ولكن مو فقط بالإسلام، بكل الديانات، وعلى أقل تقدير بالإسلام. إذا عندك علم بالدابة ومعنى الدابة، لأنه هذا فتحت أنت باب عليك، باب الجحيم حقيقة، فتحت عليك باب حيفتح أبواب كثيرة. إذا كنت عالم بمعنى الدابة فتعال ناظرنا بموضوع الدابة واثبت لنا ما هو مفهومك أنت للدابة. وأرجو أطالبك يا من تسمي نفسك شيخ ويتبعوك 883,000، أطالبك أمام متابعينك أن تثبت لي بدليل من حضرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الدابة هو الجساسة اللي هو في حديث تميم الداري. أولا حديث تميم الداري يا من تسمي نفسك شيخ، ده اللي كان كله شعر في شعر، مش ده اللي انت عايز تقوله؟ وبعد كده راحوا وقفوا له، بعد كده في حد منتظركم وراحوا داخلينكم، وابتدى الدجال يسأل، شعره كان أقرط، وابتدى يسألهم هل نبيكم ظهر، وكأنه اللي قاعد مش فاهم حاجة. المهم أطالبك أمام الملأ حديث من حضرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الدابة هي الجساسة، وأمام الملأ، وأقولها لأتباعك اسمعوا لرده، ولن يأتي بدليل، وهذا تحدي. وأيضا لو لاحظتم من صيغة كلامه قال بغض النظر، لا مش بغض النظر، بالعكس أنا لن أغض النظر، أنا ماسك في هذا الموضوع بشكل مبدئي. أطالبك أمام الناس أن تثبت لي أن الدابة من رسول الله هي الجساسة. قناة ظهر المهدي قد جاءت لتصرخ بالظالمين كفى.